رسالة المستشار مرتضى منصور من داخل السجن. الأمر الشاغل بالنسبة للمستشار مرتضى منصور في اجتماعه مع أمير مرتضى وأحمد مرتضى داخل السجن قال لهم الرواتب الرواتب الرواتب، بس إن شاء الله بعد خروج المستشار مرتضى منصور في تكريم خاص للطفل الزملكاوي الباكي أحمد إبراهيم. أما حد يقول لك خط تصحيح مسار قول له كل فشار. لما حد يقول لك إسقاط مرتضى منصور وعزل مرتضى منصور وحل مجلس إدارة الزمالك من أجل تصحيح المسار قول له كل فشار. نروح للجزء الأول في الفيديو دوت والخاص برسالة المستشار مرتضى منصور من داخل السجن. هل المستشار مرتضى منصور في معزل عن نادي الزمالك؟ هل هو محبوس لمدة شهر وهو في وادي والعالم كله في وادي وهو في وادي والزمالك في وادي تاني؟ لا. واحد يسألني السؤال، هو انت يعني انت كنت معاه في السجن؟ ما هو برضه انا بشوف اسئلة غريبة. هو انت كنت معاه في السجن؟ لا حضرتك، هو سجين والآن هو موجود في مستشفى السجن اللي هو سجن وادي النطرون، ويسمح حاليا بالزيارات للأهل والأقارب. بس عرفت المعلومة بتيجي منين؟ عرفت المعلومة بتيجي منين؟ طيب اديني بقول لحضرتك اهوت علشان برضو الناس بتحب ان هي ايه يعني تبقى ذكية قوي. يعني هو انت كنت معاه جوه السجن ازاي يعني؟ وكأنه سؤال منطقي. طيب المستشار مرتضى منصور وصل له عن طريق أحمد وأمير دائمي الزيارة على المستشار أو للمستشار مرتضى منصور. وصل له إن الزمالك فاز بثلاثية مقابل هدف على الترجي التونسي. الخبر ده يعني رفع من معنويات المستشار مرتضى منصور وأسعده كثيرا. واحد يقول لي طب هو المستشار مرتضى منصور معنوياته يعني صفر ومتأثر بالحبس ونفسيته تعبانة وزي ما الناس كلها بتقول؟ لا، المستشار مرتضى منصور يعني مش أول مرة يتعرض لهذه المحنة، والراجل مؤمن بقضاء الله وقدره ومسالم جدا. وقلت لكم ان هو واخد فترة الشهر ده يعني ممكن تقول استراحة محارب، ممكن تقول هدوء، جلسة مع النفس، إعادة ترتيب أوراق، قرب أكثر من الله، قراءة القرآن الكريم، واخده في هذا المنطلق وراضي جدا بقضاء الله وقدره ومش زعلان. هو يا بس يعني النكسة الصحية أو النكبة الصحية اللي تعرض ليها في الأيام الأولى ليه في الحبس، ارتفاع الضغط لمدة 5 أو 6 ساعات، ومن ثم فريق طبي على أعلى مستوى من الأطباء التابعين لوزارة الداخلية المحترمين أنقذوا المستشار مرتضى منصور، وهو الآن تحت الملاحظة في مستشفى السجن. طبعا ده بيسمح له أو القانون بيسمح له بهذا الأمر نظرا لتقدم سنه، ده رقم 1. رقم 2 نظرا لحالته الصحية. ففوز الزمالك على الترجي وكان فوز مهم جدا جدا جدا، رفع من معنويات المستشار مرتضى منصور اللي بلغ أمير مرتضى وأحمد مرتضى ان هم يوصلوا للاعيبه وللجهاز الفني تحياته وشكره على الفوز على الترجي. وطالب المستشار مرتضى منصور من داخل سجنه اللاعبون والجهاز الفني بمواصلة تحقيق الانتصارات والتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يبقى هو بلغ شكره وتحياته وكان سعيد جدا جدا، وقال لهم كملوا على الريتم ده، كملوا على الأداء ده، كملوا بالروح دي عشان تسعدوا جماهيركم. وقال لهم وبعت للاعيبه قال لهم الجمهور رقم 1، الجمهور رقم 1، حاربوا على الفوز وكملوا في سلسلة الانتصارات عشان تسعدوا جمهوركم. يعني الراجل من داخل سجنه بيفكر في الجمهور وبيفكر في نادي الزمالك. ده شق. الشق الثاني احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي احنا في الاسبوع الاول من شهر مارس. طالب المستشار مرتضى منصور من امير مرتضى منصور ومن احمد مرتضى منصور ان هم يصرفوا رواتب العمال والموظفين داخل نادي الزمالك، واتكلم معاهم في التدابير المالية وقال لهم رقم واحد بالنسبة لي انك انتوا تتصرفوا وتصرفوا رواتب العمال والموظفين.
واتكلم معاهم عن بعض التدابير المالية وبعض المخارج وبعض المداخل اللي من خلالها يبدأوا ان هم يمشوا في الخطوات دي، وبالتالي يقدروا ان هم يوفروا اموال يدفعوا منها الرواتب بتاعة الموظفين والعمالي. الراجل دماغه مشغولة، وده كان رقم واحد بالنسبة له. كان رقم واحد بالنسبة له الفوز والرسالة اللي هو بعتها للعيبة. وبالمناسبة وصل له ان المدرب البرتغالي جوزوالدو فيريرا قال اهدي هذا الانتصار الى المستشار مرتضى منصور، والامر ده برضو اسعده. ولكن الامر الشاغل بالنسبة للمستشار مرتضى منصور في اجتماعه مع امير مرتضى واحمد مرتضى داخل السجن قال لهم الرواتب الرواتب الرواتب. اتصرفوا واتكلم معاهم زي ما قلت لحضرتك عن بعض المداخيل اللي من خلالها يقدروا ان هم يصرفوا الرواتب. ده رقم واحد بالنسبة للمستشار مرتضى منصور. 2، بقول لحضرتك وبطمن حضرتك ان الحالة الصحية للمستشار مرتضى منصور في تحسن ملحوظ، في تحسن ملحوظ. يبقى هو دلوقتي في تحسن ملحوظ، والحمد لله النكسة والنكبة الصحية اللي كان تعرض ليها لا، بدأ ان هو يتعافى ويتماثل الى الشفاء، وفي انتظار خروجه من محبسه ان شاء الله يوم 26 مارس. واكد لاحمد مرتضى وامير مرتضى ان هو هيخرج من محبسه على نادي الزمالك، وقال لهم ان الاطفال الصغيرين وحشوني. وعايز اقول لحضرتك المستشار مرتضى منصور، ودي خدها مني، عاوز تقول ان هي معلومة قول، عاوز تقول ان هي توقع قول، عاوز تقول ان هي تخمين قول، مش عاوز احرق كل الحاجات. فاكرين الطفل الزملكاوي الباكي؟ ركزوا معايا. فاكرين الطفل الزملكاوي الباكي اللي هو احمد ابراهيم؟ مش هقول تفاصيل اكتر من كده، بس ان شاء الله بعد خروج المستشار مرتضى منصور في تكريم خاص للطفل الزملكاوي الباكي احمد ابراهيم، لان الطفل الزملكاوي الباكي ده كان من ضمن ايقونات فوز الزمالك على الترجي الرياضي التونسي، كان من ضمن الدوافع الشخصية اللي حطها وغرزها فيريرا في اللاعبين. مرتضى منصور يكرم الطفل الزملكاوي الباكي بعد خروجه من محبسه يوم 26 مارس الجاري. بنتكلم فيه اقل من اسبوعين ان شاء الله. المستشار مرتضى منصور هيحضر الايام الاولى من شهر رمضان في نادي الزمالك ومع اعضاء جمعيته العموميه ومع محبينه ومع اسرته. ان شاء الله المستشار مرتضى منصور يعود بخير ويستكمل المسيره داخل نادي الزمالك. كلنا بقى نقف في الفتره اللي جايه، فتره صعبه. مجلس اداره، جهاز فني، جهاز اداري، لاعبين، نجوم سابقين، صحفيين ومحللين، محبين ومشجعين، الكل لازم يكون على قلب رجل واحد، قلب رجل واحد من اجل الزمالك. الفترة اللي جاية فترة صعبة. عندك مباراة شباب بلوزداد وهي مباراة صعبة جدا جدا جدا، وهتخرجك من عنق الزجاجة، هتخليك انك انت يعني تاخد 3 نقاط هما الاهم في دور المجموعات. هيبقى لك المريخ على ارضك، هيكون المستشار مرتضى منصور خرج، هيكون بدأ ان هو يبحث عن حلول للازمة المالية عشان يصرف مكافآت ويضاعف مكافآت ويصرف مكافآت خارج اللائحة عشان خاطر ماتشين شباب بلوزداد والمريخ السوداني وتخرج من عنق الزجاجة وتتأهل للدور الثاني. وانا بقول لحضرتك الزمالك لو تأهل من دور المجموعات وانا مغمض، الزمالك بطلا لدوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يخرج المستشار مرتضى منصور من محبسه على خير، وان شاء الله الزمالك يتأهل، وان شاء الله المستشار مرتضى منصور يرفع بطولة دوري ابطال افريقيا، البطولة الوحيدة اللي ما خدهاش مرتضى منصور مع الزمالك. احنا مع الاستقرار الاداري والاستقرار الفني والاستقرار المالي اللي بتحاربه الزمالك، اللي حجز على أرصدة الزمالك، والاستقرار يولد نتائج. يبقى كلنا الفترة اللي جاية على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. تمام؟ انبذوا البيانات بلا خطة تصحيح المسار، بلا خطة وطريقة عمل الفشار. ده مش وقت تصحيح مسار ولا وقت عمل فشار. اما حد يقول لك خطة تصحيح مسار قول له كل فشار. لما حد يقول لك اسقاط مرتضى منصور وعزل مرتضى منصور
وحل مجلس اداره الزمالك من اجل تصحيح المسار، قول له كل فشار. اما يقول لك مرتضى منصور مش اختيار، قول له كل فشار. كل فشار. اقعد يا عم في بيتك، هات لك كده بوب كورن واقعد كل فشارك براحتك يا عم. بلا خطه تصحيح المسار، بلا كل فشار. ده وقت الزمالك مش وقت خطه تصحيح مسار. الله يكرمك، الله يكرمك. الراجل كان مجهز بيان برضه يعني كان عامل حسابه وكان متاكد ان الزمالك هيخسر من الترجي، فكان مجهز بقى البيان الجزء الثاني، خطه او طريقه عمل الفشار الابيض الجزء الثاني. بس يعني زيزو كسفه والجميل سيف جعفر كسفه وسيف الجزيري كسفه، فهيأجل الماتش هيبقى بلوزداد. ان شاء الله الزمالك يكسب فيأجل لبعد ماتش بلوزداد. ان شاء الله الزمالك يكسب المريخ فيأجل خالص بقى، بلا خطه تصحيح المسار، بلا خطه عمل الفشار. ارجوك ده وقت الزمالك. لو انت زملكاوي اقف ورا الزمالك، مش وقته، مش وقته. عاوز تخش تحدي مع مرتضى او غير مرتضى، انزل انتخابات، انزل انتخابات، انزل انتخابات. واعتقد ان حضرتك جربت قبل كده مرتين، والمثل بيقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. ده انت اتلسعت 12 مره من نفس الشوربه. مش عاوز تنفخ في الزبادي؟ لا، لا تتلسع ولا تنفخ في الزبادي. دلوقتي وقت مهم جدا لازم تاكل فيه فشار. طيب